وصحراء الجزيرة العربية وصحراء العراق وصحراء سوريا بيمتازوا بنفس اللون، صوته حاد ومداه واسع. بس اكثر اشي في درعا، اكثر اشي في درعا الحوران يعني. ما هي درعا ومنطقة المفرق والرمثة، الحدود الأردنية السورية المشتركة، كلهم أهل وقرايب مش بعاد من بعض. المجلس أستاذ جمال أصله أصلا لبناني، بس اللي أتقنوه الحوارنة. يعني هو أصله لبناني. وأهل فلسطين على عتبات ومعتبات، أرض الجبل، أرض الأوف، أرض الموال، أرض وديع الصافي والصبوحة. بس اللي أتقنوه كعزف نعم الحوارنة اللي في درعا، أهل سوريا. حلو. والفلسطينية، بس الفلسطينية على اليرغول أقوى. يعني اللي بيميز الفلسطينية عن الحوارنة إنما هم متطبعين، يعني في اليرغول أقوى من المجوز، الحوارنة على المجوز أقوى من اليرغول. طيب بعد ما سمعنا هذا التفصيل بآلة المجوز وشو بيغنوا الناس عليه وكيف بيطربوا، أصبح بدنا نسمع كمان إشي يأكد اللي حكيناه حكي بالنغمات. هالنغمات الحلوة من أستاذ إسماعيل الحاج. تناول مجوزك وقول له احكي هيك، واحنا بنفهم على المجوز أكثر ما بنفهم على الحكي، واحنا مشاهديننا بدنا نطرب ونكيف معك أستاذ إسماعيل. مشترك احنا والاستاذ احمد الشامي. عمرك طويل يا اسماعيل. حيو حيو اسماعيل حيو. دلعن دلعن. يلا يا احمد يلا.
يا شامي. والدنيا ما سوى الله يمسيكم يا نور مينا ربي يهنيكم. الدنيا ما ساء الله يمسيكم يا نور مينا الله يهنيكم. الدنيا ما سوى الله يمسيكم يا نور مينا ربي يهنيكم. الدنيا ما ساء الله يمسيكم يا نور مينا الله يهنيكم. أول ما نبدأ بصورة تبارك عرسك يا دلي يا ريت مبارك. أول ما نبدأ بصورة تبارك عرسك يا شامي يا ريت مبارك. أول ما نبدأ بصورة تبارك عرسك يا جمل يا ريت مبارك. أول ما نبدأ بصورة تبارك عرسك يا شامي يا ريت مبارك. أستاذ إسماعيل الله يعطيك العافية، وبسم الله ما شاء الله عنك، ونمسك الخشب لو في خشب وعين